كتير مننا لاحظ إن التشات بوت بيكتب كلمة كلمة زي الآلة الكاتبة ومش بيدي الإجابة كلها مرة واحدة، وخاصية الأوتو كومبليت واللي بتكمل لك النص لما بتيجي تكتب الرسائل على الموبايل اتحسنت وبقت بتقترح الكلمات قبل ما تكتبها حتى. وأجهزة زي أليكسا وسيري إزاي بتفهم الأوامر الصوتية، وبرنامج المقابلات زوم واللي زيه بقى فيهم ترجمة فورية، بالإضافة إن محركات البحث بقت أكثر دقة، ومواقع التواصل الاجتماعي بقت بتقدر تطلع المحتوى المخالف من وسط ملايين البيانات. والسر ورا ده هو الذكاء الصناعي، ومعظمنا عارف الموضوع ده، ولكن اللي يحير فعلا هو ازاي بيقدر يفهم كلام البني ادمين بالسهوله دي، ويعني ايه language model، وايه الاساليب اللي بتستخدمها علشان تقدر تفهم لغه البني ادمين، وايه مجال الذكاء الصناعي المتخصص في الموضوع ده لو ناوي تتخصص في مجالات الذكاء الصناعي في المستقبل. وليه اليومين دول بالذات الادوات اللي بتعتمد على الذكاء الصناعي انتشرت، رغم ان نص الادوات دي كانت موجودة قبل كده ولكن محدش كان بيقدر يعتمد عليها. وده اللي هندردش فيه في حكاية النهاردة على كودكس لاين. الذكاء الصناعي فيه أكتر من مجال مختلف بناء هيستخدم في إيه. مثلا في مجال متخصص إنه إزاي يقدر يخلي الآلة تفهم الصور، وبتعتمد عليه كاميرات المراقبة في تحديد هوية الأشخاص، وغيره من المجالات المختلفة. ولكن اللي يهمنا هو المجال اللي بيدرس إزاي يقدر يخلي الآلة تتعلم اللغة، وهو مجال Natural Language Processing أو الاختصار الأشهر NLP. وأهم جزء في أي أداة بتعتمد على الذكاء الصناعي هو الموديل، وده الاسم اللي بيطلق على العقل القائم اللي بتعتمد عليه كل البرامج اللي بتستخدم الذكاء الصناعي دلوقتي. وممكن نشبهه بأداة ولكنها غير مبرمجة على شيء معين، بمعنى لو اديتها مدخلات وليكن سؤال هتلاقيها بتديك إجابات مختلفة كل مرة لنفس السؤال ده، وكل مرة أدق من اللي قبليها، لأن مفيش مبرمج كتب لها سكريبت ثابت بيحدد إن اللي يسألك السؤال الفلاني تجاوبي بكذا. ولكن دي بتقدر تتعلم وتطور من دقتها مع الوقت، لأنها بتقدر تفهم أسلوب المدخلات، وعلشان كده محتاجة تتدرب على قواعد بيانات ضخمة مرتبطة بالشيء اللي هتستخدم فيه. مثلا لو في الطب يبقى هتلاقي قواعد البيانات دي عبارة عن تقارير لمرضى ومرفق معاها الإجابات الصحيحة، ومطلوب منها إنها تستنتج الأسلوب والعلاقة بين البيانات لوحدها. وبنسمي النوع ده اللي بيعالج البيانات في هيئة نصوص language model. وزي أي طالب مجتهد محتاج يمرن دماغه بالمذاكرة وحل التمارين، برضو الموديل ده غبي لو ما اتمرنش كويس، ولذلك بيحتاج يتدرب على قواعد بيانات ضخمة، وأشهرهم هي قاعدة بيانات كوبرا، والتي تضم أنواع مختلفة من النصوص، كتب ومقالات وكذلك كتير من المحادثات، وطبعا بتركز على الحاجات اللي ليها معنى. فمحادثاتك على الواتس مش مهمة قوي بالنسبة لهم، ومعظم البيانات دي بتيجي من مصادر موثوقة وأوراق علمية وبحثية، وتعتبر مصدر قيم جدا بيستخدمه العلماء في فهم الاسلوب اللي بيتكلم بيه البني ادمين. ده غير انك بتعتمد عليه طول ما انت بتستخدم اي جهاز تكنولوجي، وبالتالي هو بيتعلم اسلوبك من غير ما تحس. والبيانات اللي بيتدرب عليها الموديل ده ما ينفعش نديها له زي ما هي كده، لان الكمبيوتر بيقدر يتعامل مع الارقام فقط. وهنا بقى يجي دور مجال الذكاء الصناعي ال NLP علشان يحول البيانات دي الى فيكتورز. وباختصار العمليه دي بتتم على شويه مراحل. تعالوا ناخد النص ده كمثال. احمد works and he has a meeting. أول عملية هي عملية تبسيط النص عن طريق تقسيمه إلى جمل، وبعدين بيتم تقسيم الجمل دي لكلمات بناء على مكانها في النص وبتأثر إزاي على المعنى، وبعدين بيحدد إيه الكلمات أو الحروف اللي مش بتأثر على معنى الجملة، زي كلمة and واللي هي مجرد فاصل بين جملتين وملهاش أي معنى لوحدها، وكذلك حرف ال A. المهم بنقدر نستغنى عن الحاجات دي، وبعدين بتيجي خطوة تحليل الكلمات اللي ممكن تيجي في أكتر من شكل وكلها بتدي نفس المعنى، زي كلمة works واللي هي فعل وأصله work يعني العمل. ولذلك يمكن الاستغناء عن الحروف الزيادة علشان الكمبيوتر يركز على أصل الكلمة، وبعدين بنحلل مكان الكلمة في النص لو جت في مكان الاسم أو الفعل أو المفعول به، وبعدين بيحدد العلاقة بين الكلمات اللي في النص. مثلا he بتعود على أحمد، وكذلك works بتعود على نفس الشخص. وافتكر بقى العملية دي كويس قوي علشان هنحتاج
هنحتاجها قدام كمان شوية. واخر حاجة هو تحديد هل في الجملة مكان اشخاص او مدن، وفي النهاية بنكون حولنا الجملة الى شيء شبيه بالشجرة. وبعدين بيستخدموا AI موديل وظيفته مبنية فقط على تحويل الكلمات الى مصفوفة من الارقام او فيكتورز، والكلمات المتشابهة في المعنى بتكون الفيكتورز بتاعتها او الارقام اللي في المصفوفة دي قريبة من بعض. ورغم ان العلم والاساليب دي كانت موجودة من فترة، ولكن ما كانوش يقدروا يعتمدوا عليها بسبب عيوب كتير، زي انها بطيئة لانها بتعالج النص كلمة كلمة، وبعدين بتحاول تكون جمل مختلفة من الكلمات دي، وبعدين بتدور على افضل جملة بتدي معنى. ده غير ان عملية تحديد العلاقة بين الكلمات بتاخد وقت اطول. تخيل بقى لو عندك 10 كلمات مع شوية تباديل وتوافيق، شوف بقى كمية الاحتمالات اللي محتاج تعملها علشان تجاوب على جملة مكونة من 10 كلمات فقط. وتمر السنين وبعدين يبدأ الذكاء الصناعي يلعب دور في الموضوع ده، ولكن للأسف خيب ظنهم لأنه كان بيتوه في المحادثات الطويلة. ده غير ان عملية تدريبه بتاخد وقت طويل لحد ما جه واحد اسمه أشيش فيسواني، هو اسمه كده، ونشر ورقة بحث تحت عنوان Attention is all you need، واللي عملت طفرة في المجال ده وقتها، واللي وصف فيها طريقة جديدة لبناء النيورال نتورك أو الشبكة العصبية المستخدمة في موديل الذكاء الصناعي. والطريقة دي تقدر تخليه يفهم معنى الكلام. انت متخيل يعني ايه الكمبيوتر بيقدر يفهم معنى الشيء؟ ده يقدر يخليه يفكر لوحده. حتى هتلاحظ ان في الفترة الأخيرة ما بقاش مقتصر انه يجاوب على أسئلتك، ولكن ده بيناقش وليه رأي، واللي يرجعنا بالذكريات زمان لأفلام ترمينيتور واللي فيه الآلة بتحارب الإنسان في المستقبل. المهم الراجل ده سمى الطريقة دي ترانسفورمر، ورغم ان كان فيه شوية خلافات على الاسم لأنه ما كانش ليه علاقة قوية باللي بتعمله، بس مش مشكلة، الراجل تعب ومن حقه يسمي طريقته زي ما يحب. تعالوا بقى نعرف ايه الجديد في الطريقة دي. ال AI موديل بيحتوي على شبكة عصبية أو نيورال نتورك زي ما قلنا، والشبكات دي ممكن تتخيلها في هيئة صفوف أو طبقات، وكل طبقة بتعالج شيء معين في البيانات عن طريق القيام بشوية عمليات حسابية وبتديها للطبقة اللي بعديها. والنيورال نتورك في طريقة الترانسفورمر، الشبكات دي بتتقسم لمجموعتين، انكودر وديكودر. الانكودر بيحلل ويفلتر النص من الكلمات والجمل اللي ملهاش لازمة وبيحوله إلى فيكتورز، وبيستخدم أسلوب قريب جدا من اللي شرحناه في الأول. والديكودر بياخد المخرجات بتاعة الانكودر وبيتنبئ بالكلمة اللي بعد كده في النص، واللي بيخرج منه بندخله تاني على الديكودر وبيعيد العملية دي أكتر من مرة على حسب الحاجة. وعلشان كده بتشوف اللي تشات بوت بيكتب زي الآلة الكاتبة كلمة كلمة، ومش بيقدر يديك الإجابة كلها مرة واحدة. وممكن ندردش إزاي الترانسفورمر بيشتغل بالتفصيل في حكاية تانية بعدين، لأن اللي يهمنا هو جزء معين، هي الاتنشن لاير، وده نوع جديد من الطبقات وبتشتغل زي مخ الإنسان بالظبط. بمعنى لما بتيجي تقرأ مقالة بتلاقيه كاتب لك العنوان بالبونت العريض، وفي وسط المقالة بتلاقي شوية كلمات حجم الخط أو اللون بتاعهم مختلف أو مألوفة بالنسبة لك. ساعتها مخك بشكل تلقائي بيركز على الكلمات دي، ومنهم بتقدر تستنتج المقالة دي بتتكلم عن ايه بالظبط من غير ما تحتاج تقراها من الأول للآخر. والطريقة دي حلت أكبر مشكلة بالنسبة لهم، وهي عملية الربط بين الكلمات اللي في النص عن طريق المعنى. ولحد هنا خلصت حكايتنا، واشوفكم في الحكاية اللي جاية على كودكس لاين، والسلام عليكم.